في فيديو النهارده هخليك تعرف ايه احسن البنوك المصريه المطابقه للشريعه الاسلاميه وماشيه للمعايير الاسلاميه في المعاملات الماليه، وهنفهم واحده واحده ايه انواع الحسابات اللي فيها والحسابات اللي انا برشحها لك ومواصفاتها ايه ومتطلباتها ايه. فسلام عليكم، انا مصطفى ودي سوردي. قبل اي حاجه بس يعني لو انا صوتي متغير فانا عندي برد، ومحدش يسالني انا جالي برد ازاي في الجو ده، او انا جالي برد وخلاص، فخلينا ناخدها ان انا عندي برد وصوتي تعبان جدا. ويعني يلا بقى بعد الشر عنكم. ولو انت عايز تشترك في كورس الاستثمار الشامل هسيب لك تحت اللينك، تقدر تخش تشوف براحتك وكل المعلومات هتلاقيها على الويب سايت. ولو عايز تعرف اكتر كلمني برضه على الواتساب، لكن انا برشح لك ان انت تروح للموقع على طول لان الموقع عليك كل المعلومات. ولو انت بتشتغل اونلاين كفريلانسر ودخلك كويس وعايز تاسس شركه امريكيه من الصفر، برضه هسيب لك لينك الواتساب تحت في الديسكربشن، تقدر تبعت لي وهنتكلم مع بعض في كل المعلومات والتفاصيل. قبل اي حاجه انتوا عارفين مفيش ولا بنك من البنوك اللي انا هقولها النهارده دي دفعت لي جنيه عشان اعمل حسابات. انا اللي رحت دورت بنفسي وانا اللي كلمت خدمه العملاء عشان اعرف كل حاجه البنك محتاجها عشان تفتح حساب فيه. وكل بنوك النهارده هنفتح فيها حسابات جاريه مش حسابات توفير، اجتنابا للشبهات، لان زي ما احنا عارفين في مصر البنك الاسلامي برضه مجبر ان هو يحط بعض الجزء من الفلوس او جزء او يعني جزئيه من الفلوس دي يحطها في السندات واذون الخزانه الحكوميه اللي هي التي بيلز او البوندز. فده برضو أداة ربوية غير مطابقة للشريعة الإسلامية. فهنبعد خالص عن التوفير ونركز في الحسابات الجارية الغير ربحية. وبصراحة فيديو النهاردة هيبقى يعني تمهيدا لفيديو تاني مهم جدا 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 جدا، أنصحك إن أنت تتفرج عليه أول ما ينزل. واول ما ينزل انت هتعرف ان ده مهم، الا وهو ان انت تفتح فيزا مشتريات في بنك اسلامي، وايه الفرق ما بين الفيزا الائتمانيه وفيزا المشتريات في البنوك الاسلاميه. بس عشان ما نخرجش بره نطاق الموضوع هسيب الموضوع ده للفيديو الجاي ان شاء الله، ده هنتكلم فيه عن كل المعلومات اللي احنا عايزينها. اول بنك معانا وهو بنك ابو ظبي الاسلامي او اديب. البنك ده يعتبر من احسن البنوك الاسلاميه اللي موجوده في مصر، واخد جوائز في 2023 و24 و25 وفروع منتشره في مصر كلها باكتر من 70 فرع. واللي عايش معايا في المنصوره في هنا برضه فرع في المنصوره، يعني ممكن تروح تعمل اللي انت عايزه منه. يعني الحسابات الجاريه اللي انا هتكلم عليها النهارده هم حسابين زي ما انا قلت. اول حساب وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي وهو ادب سمبل او يعني بنك ابو ظبي الاسلامي، الحساب اللي اسمه سمبل. الحد الادنى لفتح الحساب هو 1000 جنيه. مصاريف فتح الحساب بتبقى مجانا تماما، لكن ممكن يبقى فيه دمغه ودي انا مش متاكد منها حوالي 50 جنيه. وحساب سمبل ده حلو قوي. ليه بقى؟ لان الحساب اولا بيوفر لك للشباب فرصه ان هي تفتح حساب بمتطلبات قليله، ده رقم واحد. رقم اتنين، خدمة العملاء بتاعت البنك كويسة ومحترمة جدا، تقدر لو انت وقعت في مشكلة تقدر يا اما تروح لهم يا اما تكلمهم خدمة العملاء، وخدمة العملاء ما بتلطعكش بالساعات زي باقي البنوك من غير ذكر اسماء. وحساب سمبل ده ببساطة هو حساب جاري مطابق للشريعة الإسلامية معمول للشباب. الحساب ده في حد أقصى للسحب اليومي والسحب الشهري والإيداع الشهري، وحد اقصى كمان للرصيد في الحساب. بس خلينا كده ناخد كل حاجه واحده واحده. اولا بيطلع لك كارت خصم مباشر من فيزا اللي هو اسمه فيزا ريورد، وده كل ما انت بتصرف بيه اكتر انت بتاخد نقط اكتر، والنقط دي ممكن تروح تبدلها بقى من محلات. لو انت بتشتري حاجه ممكن تقول له ان انت عايز تدفع بنقط ادب مثلا، يعني الحاجات دي كلها متاحه، وممكن وانت هناك في الفرع تسالهم عن الاماكن اللي هم متعاقدين معاها. ثانيا ليك الاختيار، ركز في الكلام، ان انت تفتح كارت ميزه اللي هو كروت مسبقه الدفع. ليك الاختيار، مش ملزم. لو العميل قال لك انت لازم تعمل، او خدمه العملاء او موظف خدمه العملاء قال لك انت لازم تفتح كارت ميزه، قول له لا مش عايزها، ولو انت عايزها قول له مش افتحها، لكن هي مش شرط او مش ضروره. ثالثا بقى ان انت ممكن تعمل محفظه بنكيه برقم التليفون بتاعك، بس بشرط ان انت ما يكونش عندك محفظه بنكيه في مكان تاني، يعني ما عندكش فودافون كاش او اتصالات كاش او اورنج باي او اي حاجه من الكلام ده كله، ما يبقاش عندك الكلام ده عشان هو يقدر من عنده يفتح لك حساب. ده المحفظه الالكترونيه البنكيه مش الحساب نفسه. وطبعا تقدر تعمل اكسس للاونلاين بانكينج بتاع البنك من خلال الابلكيشن بتاعهم ادب ايجيبت او من خلال الويب سايت بتاعهم. وزي ما قلت من شويه الحد الادنى لفتح حساب هو 1000 جنيه، وتقريبا في بعض الحالات مش بيبقى فيه حد ادنى لفتح الحساب. ومصاريف فتح الحساب مجانا عدا الدمغه اللي انا قلت عليها من شويه 50 جنيه، وممكن برضه ما تبقاش موجوده. نيجي بقى للنقطه المهمه وهي الحدود. كنت قلت لك من شويه ان في حد اقصى للسحب اليومي والسحب الشهري والايداع اليومي والايداع الشهري، وحد اقصى للحساب اللي موجود في البنك او الرصيد اللي موجود في البنك. وده باختصار مقسم لثلاث حاجات. اول حاجه الحد الادنى للسحب والايداع اليومي 90000 جنيه. تاني حاجه وهو الحد الاقصى للسحب والايداع الشهري 300000 جنيه. واخيرا الحد الاقصى للرصيد في الحساب هو 600000 جنيه. شروط بقى فتح الحساب دي عجبتني جدا، وهي حرفيا البطاقه. هتروح ببطاقتك من غير اي حاجه تانية، وانا كلمت خدمه العملاء واتاكدت من الموضوع ده. حرفيا هتروح ببطاقتك وتفتح الحساب وتمشي. الحساب ده للشباب اللي لسه داخلهم متواضع ولسه بيبداوا حياتهم وعايزين يخشوا فكره الحسابات الاسلاميه والبنك الاسلامي، وفي نفس الوقت عايزين قدام يعملوا كارت مشتريات او فيزا مشتريات. فالحساب ده ممكن يدعمهم في كل الكلام ده. وبرده من خلال معاملاتهم على انستا باي تقدر تضيف الحساب على
انستا باي عادي جدا. نيجي بقى لتاني نوع حساب موجود في بنك ابو ظبي الاسلامي، وهو الكرنت اكونت او الحساب الجاري العادي. وده حساب جاري عادي جدا مش بيطلع اي ربحيه، فهو كده مطابق للشريعه الاسلاميه. تقدر تطلع عليه دفتر شيكات، بس ما اظنش ان في حد اليومين دول هيستخدم بقى خلاص الشيكات والكلام ده. لو انت متجوز تقدر تعمل حاجه اسمها حساب مشترك او جوينت اكونت، ان انت ومراتك تبقى انتوا الاثنين مسؤولين عن الحساب ده، لكن انا ما رشحلكش الكلام ده خالص. انت تبقى مسؤول عن فلوسك وانت راجل البيت، عيش يا بوب. تقدر تحدد عملة الحساب، بمعنى ان انت ممكن تخليه بالجنيه المصري، وحساب تاني بالدولار، واحد كمان باليورو، واحد كمان بالاسترليني، واحد كمان بالريال السعودي. تقدر انت تختار العملة اللي انت عايز تفتح بيها الحساب. وبرضه تقدر تطلع على الحساب ده بطاقة خصم مباشر او ديبت كارد. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا في الموضوع ده، وهو ان انت تقدر تسحب من مكان اي تي ام مش ادب او مش تبع بنك ابو ظبي الاسلامي. تقدر تسحب مرتين في الشهر بدون اي رسوم، والحساب ده متاح للاجانب والمصريين. نيجي بقى لشروط فتح الحساب. بالنسبة للحد الادنى لفتح حساب هو 5000 جنيه لازم يبقوا في الحساب عشان تقدر تفتح الحساب ده. ثانيا وصل مرافق حديث كهرباء او ميه او غاز او ايا كان، يكون في خلال اخر 3 شهور، ما يكونش واحد قديم. وصوره بطاقتك لو انت مصري، ولو انت مش مصري ومعاك اقامه هنا بتروح بالاقامه وبتروح بجواز السفر بتاعك. واخيرا اثبات دخل بمفردات المرتب، سواء انت موظف او فريلانسر. ممكن تروح تديهم سكرين شوت من باي بال ان انت بتعمل فلوس، او من اي منصه فريلانس انت شغال عليها، تديهم بس اثبات دخل ايا كان هو ايه، ان انت بتعمل فلوس وتقدر تملى الحساب. والحساب ده يعتبر الجامبو بتاع سيمبل، لان هو عنده كل الحدود مفتوحه، مفيش حدود للسحب والايداع الشهري ولا حاجه من الكلام ده. انت تقدر تعيش براحتك وتعمل اللي انت عايزه طول الشهر. والحسابين تقدر تربطهم بانستا باي، والحسابين برضه تقدر تعمل عليهم كروت مشتريات او كروت كاش باك او تشارج كارد، اللي هم الثلاثه كروت ائتمان او فيزا مشتريات. ولكن كل الكلام ده وايه الفرق ما بين كروت الائتمان وكروت الكاش باك او التشارج كارد هنسيبها في فيديو لوحدها زي ما قلت من شويه، عشان ما يختلطش علينا الامور. تاني بنك بقى معانا في الفيديو وهو بنك البركه. يعتبر واحد من اسرع البنوك نموا في مصر من البنوك الاسلاميه في 2024 و2025. فروع موجوده في مصر كلها برضه، وبرضه موجوده عندنا في المنصوره للي هيسالني السؤال ده. الحسابات انا كلها شفتها، بس معظمها حسابات توفير. ما لقيتش بس غير حساب واحد بس اسمه نون بروفيت كارنت اكونت، ده اللي انصحك ان انت تفتح فيه حساب، او بمعنى اصح ده اللي انصحك تفتحه في بنك البركه لو انت هتختاره. نون بروفيت كارنت اكونت او حساب جاري غير ربحي. زي ما قلت من شويه، البنك بسبب البنك المركزي البنوك كلها مجبره ان هي تحط جزء من فلوسها في اذون الخزانه والسندات. فانت مش هتقدر لو حطيت في حساب توفير ان انت تتجنب الكلام ده، وهتحط نفسك في دائره التطهير ومش التطهير. فانت بغنى عن كل الكلام ده، ابعد عنه احسن. الحد الادنى لفتح الحساب هو 2000 جنيه. وبرضه في الحساب ده تقدر تفتح الحساب باي عمله انت عايزها، سواء برضه استرليني او دولار او يورو او ريال سعودي او درهم اماراتي. ايا كان اللي انت عايز تعمله تقدر تفتح العمله بتاعته في الحساب ده. وبرضه تقدر تستلم دفتر شيكات من خلال الحساب، وتستلم بطاقه الخصم المباشر بتاعتك او الديبت كارد. واكيد اكيد اكيد تستخدم الاونلاين بانكينج بتاع البنك. نيجي بقى للمستندات المطلوبه لفتح حساب. بص، هم قايلين على الويب سايت، ولما انا كلمتهم قالوا لي بطاقه بس، ان انت تروح ببطاقتك بس انا بقول لك احتياطي عشان انا شاكك كده شويه. وروح معاك مرافق، اللي هي ايصال مرافق اللي هو غاز او ميه او كهرباء. روح معاك اثبات دخل اللي هو الاتش ار ليتر او مفردات المرتب. ولو انت برضه فريلانسر اعمل نفس الكلام اللي انا قلت لك عليه من شويه، عشان بس تكون مأمن نفسك ما تضربش المشوار في الفاضي. فيديو النهارده خفيف حبتين برضه، بحكم ان انا تعبان فمش قادر اشد قوي. كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله تقيله جدا بس اخف، وهصورهم كلهم، لان في دعك وضرب الفتره الجايه دي ان شاء الله. ودي يعتبر احسن البنوك الاسلاميه اللي انا شفتها بنفسي وعينتها بنفسي وكلمت الناس بتوعها ورحت الفروع واتكلمت مع الناس هناك، ولقيت ان هو يعتبر احسن بنكين. وفي برضه يعني اونربل منشن برضه، او يعني جدير بالذكر ان احنا نقول بنك فيصل. بس بنك فيصل الاي تي امز بتاعته قليله جدا ومش موجوده، وهتتعب جدا عشان ان انت مثلا في المنصوره هتروح المحافظه تعمل ايداع او تعمل سحب وترجع، فكل الكلام ده هيبقى متعب جدا بالنسبه لك. بس بنك فيصل محترم جدا، تقدر برضه تروح تفتح فيه حساب براحتك. بس المهم دول البنكين او الثلاث بنوك اللي انا اقدر انصحك بيهم. ولو هنصحك نصيحه تانية، نصيحه مهمه جدا جدا جدا، تكاد تكون امر اللي هو بامرك، اوعى تفتح في بنك مصر الاسلامي. مهما قالوا لك احسن بنك اسلامي موجود في مصر في 2020 و21 و22 و23 و24 و25 ولغايه 2040، مهما قالوا لك انه احسن بنك في العالم كله اسلامي، لو قالوا لك افتح حساب هناك ببلاش، اوعى تروح تفتح حساب هناك. خدمه العملاء قلالات الادب، لما بتخش الفرع نفسه بتلاقي ان في قله ادب واستحقاق للعميل بطريقه شنيعه. انا فاكر اخر مره رحت البنك ده كان من حوالي سنتين تقريبا او سنه. كان اول ما دخلت عشان كنت عايز اخد الوصل واطلع، عشان كان في فلوس تبع الجيش وكده كنت عايز اخدها. لقيت الست اللي تحت واقفه بتبص لي بقرف، اللي هي بتاعه الكاونتر، ولو كاني مثلا بكلم وكيله نيابه. يعني بص، حاجه قرف، حاجه مقرفه، زحمه دايما، مفيش تقدير لاي عميل موجود على وجه البنك كله، مفيش تقدير خالص. ممكن يوقفوك ويقطعوك بالساعات عادي جدا، ما عندهمش مشكله، يقول لك اصل الدنيا
زحمه، وتلاقي الواد امن من خدمه العملاء امن المكتب بتاعه عشان يروح يكلم بنت هناك في المكتب التاني، اصل هي زميلته عايز يخطبها، فاهم؟ كل الكلام ده طبعا احنا بنشوفه في بنك مصر والبنك الاهلي كتير، بس فكك من البنك الاهلي، خلينا النهارده في بنك مصر. وانا مش بتكسف، وانا يعني كده كده العاقبه واحده فبضرب وخلاص. ما تفتحش في بنك مصر مهما قالوا لك ومهما عملوا ومهما طلعوا اعلانات انا ابن مصر انا ضد الكسر، ما تروحش اي فروع بنك مصر سواء اسلاميه او لا. والكلام ده مش على فرع المنصوره بس، لا ده فرع المنصوره وديكرنس وشربين والثلاث فروع بتوع اسكندريه، واربع فروع في القاهره، وفروع الغربيه وفروع الشرقيه وفروع الاقصر وفروع البحر الاحمر. انتوا منتشرين للدرجه دي؟ يعني الموضوع بالنسبه لكم عادي جدا كده؟ هل مثلا اللي بيتوظف جوه ده بيبقى يعني لجدعنته ورجولته يعني فبيخش؟ فلما يبقوا يحسنوا خدماتهم ويحسنوا ذوقهم مع العميل نبقى نفكر بقى ونشوف الموضوع ده وقتها. طبعا انا كلامي ممكن ما يفرقش خالص في الموضوع ده، بس انا بديك نصيحه للي هيسمع نصيحتي، ارجوك ما تفتحش حساب في بنك مصر الاسلامي، هتتعب. عايز تروح تجرب جرب. يعني يكفيك الفضيحه اللي حصلت من كام يوم كده بسبب مواضيع البنك دي، ان في واحد دخل الاونلاين بانكينج بتاع شخص ما سرقه، ودخل كسر الشهادات وحول الفلوس على نفسه والبنك مش عارف يعمل حاجه. ده سكيورتي بنك، انت متخيل؟ ده سكيورتي بنك. فكل الكلام ده حاولت النهارده اغطيه لك بفيديو خفيف لطيف سريع كده عشان تبقى انت عارف راسك من رجليك، ولما تروح تنفذ ما تروحش تجرب وتغلط. لا انا بقول لك اهو، عندك بنكين، عندك التالت برضو موجود، وحذفتك من بنك، فانت برضو الاختيار في ايدك، تعمل اللي انت عايزه وبس. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت للفيديو، وتعمل سبسكرايب لو انت ما عملتش سبسكرايب. ولو عايز تعرف اكتر عن تاسيس الشركات الامريكيه او كورس الاستثمار الشامل هسيب لك اللينكات تحت في الديسكربشن، خش شوف براحتك. وربنا يرزقنا بحلال ويبعدنا عن الحرام ان شاء الله باقي العمر، ويثبتنا امام حساب الله. لو انت ما صليتش حاجه قوم صليها، وانا هخلص الفيديو واقوم اصلي معاك. وربنا دايما يهدينا يا رب ان شاء الله ويبعدنا عن اي طريق حرام. ولحد هنا سلام.